دي مش لحمة ولا فراخ، دي أحلى أكلة ممكن تعملوها للفطار وللغدا وللعشا كمان، مقرمشة مكوناتها بسيطة ونقدر نعمل منها كمية ونفرزها كمان والجوع كل وقت. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هحتاج للأكلة دي كيلو من البطاطس، طبعا تقدروا تستخدموا الكمية اللي انتوا عايزينها. لمقدار كيلو في الأكلة دي قشرتها وبعد كده شطفتها وبعد كده هقطعها مكعبات كده بالمنظر ده، ممكن تكون متوسطة بس مش صغيرة قوي ومش كبيرة علشان تسهل عليا الخطوة اللي بعد كده. قطعوا بقى الكمية اللي انتوا هتعملوها وبعد كده خدت البطاطس وعلى طول في حلة وهضيف عليها مية سخنة علشان أنا عاوزة أسلقها. هحطها على النار ونعمل الخطوة اللي بعد كده. هجيب فلفل ألوان على فلفل رومي وأقطعه صغير كده، طبعا تقدروا تستبدلوا الفلفل الألوان بفلفل رومي بس مقطع، ورق من الكزبرة أو البقدونس وطبعا يكون مفروم، بس مش كفاية لازم أخلطهم كويس قوي مع بعض وبرده بالسكينة كده نعيد عليهم علشان يكونوا ناعمين. خلاص كده أنا جهزت الخضار اللي هستخدمه، هركنه بقى على جنب ونشوف الخطوة التانية اللي بعد كده. البطاطس كانت اتسلقت وعشان أعرف إنها اتسلقت تمام بحط شوكة كده في المكعب، لو طلعت بسهولة كده استوت تماما. صفيتها من الميه السخنه وحطيتها في صينيه او بوله اوسع، واحسن وقت ان انا اهرس فيه البطاطس وهي سخنه، يعني حتى لو مش هكمل الخطوات اهرسها وهي سخنه كده وهسيبها تبرد قبل ما اضيف عليها توابل. ما تحطوش توابل على البطاطس وهي سخنه، بعد ما تبرد شويه حطها في بوله اوسع او في طبق اوسع وبعد كده هنضيف بقى المكونات دي. هنا الخضار اللي احنا كنا مقطعينه الفلفل الالوان نعصره كويس قوي من اي ميه ومش هحتاج الميه دي في حاجه، هضيفه دي عشان ما تطريش البطاطس معانا. بعد كده ضفته هضيف بقى توم باودر وبصل باودر وكمان هضيف رشه من الفلفل الاسمر ورشه بابريكا، تقدروا تحطوا شطه، وضفت كمان معلقتين كبار من الدقيق. هظبط بقى الملح بتاعي وابدا اخلط كده كويس قوي بالمعلقه الاول وبعد كده بايدينا كده بس على السريع، يعني مش كتير قوي بس يندمجوا كلهم مع بعض. هسيبها تهدى شويه، ممكن نحطها في التلاجة لحد ما احضر الخطوه التانية اللي بعد كده. هحتاج صينيه زي كده واحط فيها اكياس من حفظ الطعام افردها كويس فيها، وبعد كده بقى هجيب البطاطس بعد ما سبتها شويه في التلاجة وابدا اشكلها اقراص بالشكل ده كده، ما تكونش سميكه قوي وما تكونش برده رفيعه. هعملها بالحجم اللي انا عاوزاه، واسهل الخطوات دي بقى اللي انا هقول لكم عليها. اعملوا الكميه كلها وحطوها على الاكياس دي او البلاستيك وبعد كده حطوها في التلاجة حوالي ربع ساعه لحد ما نحضر الكفر اللي بعد كده وكفر البقسماط. كيلو البطاطس يحتاج كوبايه ونص من البقسماط، احط عليهم معلقتين من النشا، احط عليهم توم باودر بصل باودر، احط كمان رشه فلفل اسمر ورشه كركم علشان اللون وملح وبابريكا، وتقدروا تحطوا شطه زي ما قلنا. تقليبه حلوه كده علشان الخليط يبقى كله طعمه حلو كمان، مش يكون مجرد بقسماط ناعم وخلاص. بعد كده هجيب طبق فاضي واحط المقدار برده كيلو البطاطس، نص كوبايه من الدقيق الابيض العادي، عليه رشه ملح بسيطه خالص، احنا بس بنطعم الدقيق. بولة تانية صغيرة وهضيف 2 بيضة وعليهم رشة فلفل أسمر وأخلطهم كويس قوي بالشوكة كده لحد ما يكون القوام بتاع البيض ناعم جدا. الخطوات هتكون بالترتيب كده، دقيق وبعد كده بيض وبعد كده البقسماط. تعالوا نبدأ بأول خطوة وبنفس الترتيب كده عشان نسهل على بعض. اول حاجه هعملها هجيب الصينيه بعد ما حطيتها في التلاجة شويه، هتلاقوا الاقراص بتاعه البطاطس اتشمعت كده. كمان لو انا بقى كنت مشكلاها وفيها كده مثلا مش مظبوط القرص او في شكل مش حلو، انا هعدله كده بايدي هيبقى سهل قوي بعد ما تشمع. اول خطوه مهمه نحطه في الدقيق، بدل بقى ما نحط في الدقيق وبعد كده بايدينا برده نحط في البيض وبعدين البقسماط، بنعمل كده لخبطه كتيره في المطبخ وبيكون حوالينا مش مترتب. فدي خطوه حلوه جدا وهتسهل عليكم. اعملوا كل الاقراص بالدقيق وبعد كده نشيلها في التلاجة ونجيب بقى جنبنا الخليط بتاع البيض والبقسماط وعلى طول ناخد قراص البيض برده. بالخطوه دي حلوه قوي، هناخد ايد تبقى هي يعني لقرص البطاطس وهو لسه ناشف في ايدينا، والايد التانية يبقى هي اللي فيها السائل اللي هو خليط البيض علشان ما نلخبطش الدنيا ونحس كده ان المطبخ متبهدل وايدينا كمان تبقى نظيفه. خدت قرص البطاطس حطيته في البيض بالايد اللي احنا قلنا عليها، والتانية خدته على طول بعد ما صفيته من البيض حطيته في خليط البقسماط بالترتيب كده. شايفين الدنيا تبقى رايقه معانا جدا، والخطوات دي هتسهل قوي، مش نخلص ونلاقي الدنيا كلها حوالينا بقت متلخبطه ومش نظيفه. واحلى حاجه بقى في الخطوات دي ترتيبها زي ما قلنا. احنا خطوه الدقيق اللي عملناها الاول ريحتنا جدا ان احنا ما نلخبطش الدنيا حوالينا. اعملوا بقى الكميه كلها وكده خلاص اقراص البطاطس بتاعتي بقت جاهزه. عشان تنجح معانا وتبقى مقرمشه جدا وما تفكش في الزيت سيبوها من نص ساعه لساعه في الفريزر. بعد كده هنطلعها ونكون مجهزين بقى الزيت بتاعنا حراره عاليه. قبل ما نحط قراص البطاطس نظبط بقى الحراره تبقى وسط بس كده. بعد كده نحط قراص البطاطس وما تكتروش في الزيت علشان تبقى مقرمشه معانا والزيت ما يتسحبش منه الحراره. لو كترنا قراص البطاطس في الزيت اول ما نقلبها بص متماسكه جدا ومقرمشه، شايفين البطاطس ما فكتش ولا حاجه والكفر متماسك ومقرمش جدا. انتوا نفسكم هتشوفوها. بعد ما توصل للون اللي احنا عاوزينه نطلعها على مناديل
أو على مصفى، بتبقى مقرمشة وحلوة جدًا، جدًا، وكمان لونها حلو أوي يعني، أي حد هيشوفها كده هيفتكرها فراخ الnuggets يعني، بتبقى جميلة أوي، قرمشة خطيرة، بجد حلوة جدًا. قدموها بقى بطريقة حلوة أوي، لو للفطار، لو للغدا، للعشا، والجوع أي وقت فرّزوا الكمية اللي أنتم عاوزينها بعد خليط البقسماط والبيض وكله، وتشيلوها في أكياس في التلاجة وتطلع على القلي على طول وهي مجمدة، خطيرة. قرمشة خطيرة جدًا مع الكاتشب، أي صوص بتحبوه. تعالوا لمّا نفتحها كمان من جوّه حلوة أوي، عايزة أقول لكم إنها من أحب الأكلات، وأي حد ما لوش في البطاطس أو مش بياكلها أو إحنا زهقانين من وقفة المطبخ وعايزين أكلة حلوة كده ما تكونش فيها خضار وطبخ وخطوات كتير، اعملوا الأكلة دي، حلوة جدًا. ولو عجبتكم بجد اكتبوا لي رأيكم في comment جميل زيكم، بس أنا متأكدة إنها تعجبكم. ما تنسوش الfollow واللايك والshare، وصحتين وهنا يا رب.